نعرفوا ان الفصل الشتاء كيختلف على جميع الفصول، وكيختلف كذلك في الفسيولوجيا ديال الجسم. يعني الجسم كيفرز واحد الهرمونات في الشتاء ماشي هما الهرمونات اللي كيفرز فصل الربيع، وماشي هما نفس اللي كيفرز في فصل الصيف. يعني كيف ما تنعرفوا ان درجه الحراره كتكون منخفضه في الفصل ديال الشتاء، كيكون كذلك الجو ممطر، يعني كتكون فيه الشتاء، يقدر يكون فيه البرد، يقدر يكون فيه الريح. المهم الفصل ديال الشتاء كيكون مختلف على جميع الفصول. وكذلك حتى التدريب في فصل الشتاء كيكون مختلف على الفصول الآخر. من المميزات ديال التدريب في فصل الشتاء هي انك كتخلي الجسم يكتسب واحد المناعه قويه، كتخلي الجسم انه يكون عنده واحد التنفس قوي، كيساعدك بزاف في التدريب، ويساعدك بزاف في المسابقات والعدو الريفي، وكيساعدك بزاف ايضا باش حتى القلب ديالك كيكون تضرب بواحد الانتظام. علاش؟ هنا فين كاين الاختلاف ما بين البلدان اللي كتكون فيها الحراره على طول السنه والبلدان اللي كتكون فيها الشتاء على طول السنه. كيف ما تنعرفوا ان الشتاء كتساعد الجسم وكتخليه يكون صحيح خلال التدريب ديالك. لهذا في الفصل الشتاء حاول انك ما تعكش وانك ما تكونش كسول، بالعكس الفصل الشتاء عاد خاصك تزيد من الحده ديال التدريب وتنظم فقط الوقت. يعني تقدر ما ترينيش في الصباح، ولكن تقدر تريني في العشيه، ولا ترينيتي في العشيه حاول انك دائما تريني في الصباح. كيكون واحد البرد كيساعد الجسم انه يقاوم وانه يكون مستعد لاي حاجه. يعني التدريب في فصل الشتاء كتكون عندهم واحد المميزات كبيره كتساعد اي رياضي انه يحقق نتائج زوينه خلال التدريب ديالو او خلال المسابقات اللي كيستعد عليها. لهذا حاول دائما انك تريني في الفصل الشتاء بانتظام وتختار الوقت المناسب اللي غتريني فيه. يعني الاختيار الوقت المناسب اللي غادي تريني فيه في فصل الشتاء هو اللي غادي يخليك انك تريني مزيان وانك تمشي بنتائج جيده. لهذا حاول تريني في فصل الشتاء بواحد الوقيته اللي منتظمه وبواحد الوتيره كذلك اونديرونس اللي تكون ما طالعه ما نازله، يعني لا موين اونديرونس فقط يكون عندك فيه غير ريتم. لهذا غادي تلقى راسك انك في الفصل الشتاء تتريني بكل انتظام. فصل الشتاء حاول انك تريني فيه وما تعكش، واخا تكون الشتاء بزاف واخا يكون البرد بزاف، حاول انك تريني ولو غير 45 دقيقه في اليوم او 4 مرات في السيمانه، راه كافيه انك تعزز الجسم ديالك والمناعه تكون قويه. وشكرا.